طيب يا اخواتي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رجعت لكم وبدايه فيديو جديد. جيت لك يا اسطى النهارده بكود فك حظر النسخه المعدله. تمام. قبل اي حاجه يا اسطى عاوزك تصلي على النبي وتعمل لايك واشتراك وتعمل كومنت حلو كده شبهك، عشان الكود انا مش هنزله في الوصف ولا هنزله بلينك ولا اي حاجه. انت هتخش لي برايفت يا اسطى وهتخش تاخده مني. تمام. بس طبعا لازم عشان تاخده يا اسطى تكون عامل لايك وكومنت وتكون عامل اشتراك. تمام. المهم يا اسطى، كل الموضوع ما فيها، لا ما تقلقش، مش هقول لك اللي في بالك. المهم كل الموضوع ما فيها ان انت يا اسطى هتجيب نسختين، تمام، او نسخه واحده. هات يا اسطى النسخه المعدله. ماشي، انا هشرح لك بصوتي وبعدين هدخلك بقى ايه على الكود كده. هتخش يا اسطى على النسخه المعدله، هتدخل رقمك، فاكيد هيقول لك بقى ايه ان الواتساب وكده ان انت تحتاج الى حساب رسمي. ماشي، انا شارح لك برضه عليها. تمام. هتدخل رقمك يا اسطى، هيقول لك طبعا انك تحتاج اللي هو حساب رسمي وكده. ماشي. هتاخده يا اسطى سكرين شوت. ماشي، بعد ما تاخده يا اسطى سكرين شوت هتخرج من جديد وهتخش على المساعده. تمام، يعني هتطلع بره خالص، تعمل مسح بيانات للنسخه من بعد ما انت دخلت رقمك. تمام. وبعد كده يا اسطى اللي هو ايه، هتخش على المساعده من فوق اللي هي من الثلاث نقط اللي من فوق على الشمال. ماشي. وهتحط يا اسطى الثلاث سكرينات في الثلاث خانات. ماشي، وهتاخد كده يا اسطى الكود. ماشي. وبرقمك. تمام. يعني هتحط رقمك هنا، فاهم؟ مثلا ايه يا اسطى، اقول لك مثلا 0 12 22 4 3 9 7 7 9. تمام. وهتدخل يا اسطى برقمك الكلام ده في المساعده. ماشي. وبس، كلها مثلا 5 أو 10 دقايق بالكتير ورقم هيفك. وطبعا هيكون اللي هو مبعوت لك بجيميل الشركه وكده ان اللي هو رقمك فك. جالك بالانجليزي، جالك بالاسباني، بص، لو جالك بأني لغه روح على جوجل وترجمه واقرا. لو ما فهمتش حاجه خش تسجل يا اسطى تاني في النسخه المعدله وان شاء الله يكون اتفك. وبس كده يا اسطى، اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي مع كود جديد وكده، او اشوف ممكن انزل لكم مثلا اي حاجه تانية. بس كده.